هل مريض ضغط الدم ما ينفعش يصوم؟ الإجابة لأ. في الأصل 98% من مرضى ضغط الدم المفروض إن هم يصوموا. طب مين اللي ما يصومش؟ اللي ما يصومش المريض اللي هو اوريدي ضغط الدم عنده مرتفع جدا وبيضطر إن هو ياخد أكتر من 3 أو 4 أصناف أدوية عشان ضغطه يتظبط. المريض دوت بنخاف إن إحنا نعدل أي حاجة في العلاج بتاعه، لأن بعض الحالات بيكون الضغط بتاعهم حرج، وبعضهم بيكون حصل له مضاعفات لا قدر الله زي نزيف أو جلطات في المخ أو مشاكل في الرئة أو القلب. فالمريض اللي زي كده دوت هو دوت الوحيد اللي ما ينفعش إن هو يصوم، إنما باقي مرضى ضغط الدم يصوم عادي خالص. بمعنى إن معظم الناس اللي عندها ضغط الدم بيكونوا بياخدوا الدواء صنف صنفين، الدنيا بتبقى ماشيه كويس، مجرد بس ان هو بياخد علاجاته وبينتظم في اكله وشربه وبيلاقي ضغطه بيبقى مظبوط. طب نسبه قد ايه الناس اللي هم اوريدي بيبقى عندهم مشكله اللي بيحتاج ياخد 3 4 اصناف ادويه ضغط علشان ان هو ضغطه يتظبط؟ دي نسبه تعتبر معدومه او تعتبر قليله جدا. مش كل مريض ضغط الدم بيحتاج ان هو ياخد 5 أو 4 اصناف عشان ضغطه يتظبط. في الحالات دي بس هو اللي بنلجا ليها، ان ممكن المريض بخاف ان انا طول فتره الصيام تبقى الفتره ال 14 ساعه من غير دواء ان ضغطه يعلى فيها. وان كان بعض المرضى حتى اللي بيبقى ضغطهم عالي وبياخد اكتر من نوع دواء بيراجع الدكتور، فالدكتور عن طريق ان هو بيراجع الادويه بتاعه المريض بيبتدي يكتب له ادويه. الادويه ديت بتبقى ممتده المفعول اللي هي ممكن تكفر على مدار ال 24 ساعه. طب لو احنا لجأنا الادويه ديت ولقينا ان ضغط المريض لسه عالي، يبقى كده المريض المفروض ان هو يفطر. المشكله اللي بتواجهنا ان معظم مرضى القلب بيبقوا عاده كبار في السن، والناس الكبيره دي بيبقى صعب عليه قوي ان انت تقول له يفطر. بقاله 60 سنه ولا 50 سنه عمره ما فطر يوم وتيجي تقول له يفطر. احنا عايزين نوصل لك معلومه بس، ايه هي؟ ان ربنا هو اللي فرض علينا الصيام، وزي ما فرض علينا الصيام فرض على حضرتك ان انت تفطر. دي رخصه، ان الله يحب ان تؤتى رخصه. فانت يعني زي ما انت حاسس وتعبان ومتضايق ان انت مش هتقدر تصوم، بس انت ليك سبل تانية كتير قوي ممكن تفيد بيها، وكرم من ربنا ان هو خلاك انت مفروض عليك ان انت تفطر. فعشان كده المريض اللي اقول له افطر ما تزعلش، دي حاجه ربنا عاملها لك رخصه ليك انت مخصوص. طب مريض الضغط اللي ربنا قدر ونفع ان هو يصوم، ياكل ايه وما ياكلش ايه؟ اول حاجه نفس المعلومات اللي قلناها قبل كده، ان المريض اول حاجه ما ينفعش ان هو يبتدي يفطره على البرشام. افطر حاجه بسيطه، ابتدي اشرب عصير، اشرب شويه ميه، اشرب شوربه، بعد كده خد الدواء بتاعك حتى لو كان موصوف لك على الريق. طب تاكل ايه وما تاكلش ايه؟ المشاكل كتير قوي ان احنا في رمضان كلنا بناكل مخلل، حتى تلاقي الشوارع كلها الناس كلهم بيبيعوا مخلل. المخلل كفيل لوحده ان انت لو حتى في رمضان او بره رمضان ممكن يعلي لك الضغط. علشان كده اي حاجه حادقه او اي حاجه فيها نسبه املاح عاليه مش منصوح بيها خالص لمريض الضغط. ايه كمان؟ في رمضان بنلاقي كتير قوي من الناس بتحب تشرب عرق سوس. عرق سوس دوت من اكتر المشروبات اللي ممكن ترفع الضغط، عشان كده مش مستحب خالص لاي مريض ضغط ان هو يشربه. خلاص قدرت ان انت الحمد لله ظبطت علاجك، اكلت افطرت كويس، تتسحر. نفس الموضوع السحور بالنسبه لك، حاول على قد ما تقدر ان انت تخلي السحور بدري شويه علشان ما تاكلش وتنام، لان لو كلت ونمت دوت ممكن يعمل لك ضيق في النفس، ممكن يعمل لك تسارع في ضربات القلب، ممكن يزود نسبه الحموضه وعصاره المعده، وساعتها المريض ممكن يخاف قوي ان يكون حاجه جدت على القلب وحاجه جدت على الضغط. فعشان كده حاول ان احنا نفطر كويس، نخلي سحورنا بدري، نظبط اكلنا وشربنا. واكد عليكم تاني ان احنا لو احنا اوريدي بناخد دواء بيتاخد اكتر من مرتين او 3 على مدار اليوم، راجع الدكتور المختص عشان يظبط لك علاجاتك. بدل ما بتاخد دواء يكون قصير المفعول، لا ناخد دواء يكون ممتد المفعول، يتاخد كل 12 ساعه او يتاخد كل 24 ساعه. ودي المعلومات اللي حابين نشاركها معاكم النهارده بخصوص مريض الضغط، وهل ينفع يصوم ولا ما يصومش، ياكل ايه وما ياكلش ايه. معاكم دكتور عبد الله بالحاج، استشاري امراض القلب.